حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل في مجدي عبد الغني. مش كلام ابو يوسف الاهلاوي، لا، ده كلام كهربا. كهربا النهارده على الهوا قدام الدنيا كلها مع رامز، حاسبا على الكابتن مجدي عبد الغني وكل واحد ظلمه. وبقول كهربا صدقني من اخوك ابو يوسف الاهلاوي والمصحف الشريف ربنا هيجيب لك حقك، لو مش في الدنيا في الاخره. والايام بينا، والايام بينا. يا كابتن مجدي، يا كابتن مجدي، مفيش حد في مصر متعاطف معاك. يا كابتن مجدي نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر اللي قعدنا سنين نحتفل بالجون بتاعك في كاس العالم. كهربا النهارده اقسم بالله خلى منظرك وحش، خلى منظرك محدش يعرف يتعاطف معاك خالص. مفيش فرصه لواحد محترم، او بعد احترامي لاي حد زملكاوي اهلاوي، اهم حاجه يكون محترم ويعرف ربنا هيتعاطف معاك. وعلى اي حد ظلم كهربا الكوره ربنا اللي هيخلص الحق، ربنا هو اللي عليه خلاص الحق. شفنا النهارده مع عبد الله السعيد كهربا بكل ادب واحترام بيتعامل ازاي، كل ادب واحترام. جايب له شيكابالا، جايب له صوره شيكابالا عشان يتكلم كلمه ويغلط فيه، راجل مردش وكبر دماغه. الراجل مردش عشان ما يغلطش، عشان ما يغلطش. لو حد غيره في مكانه كان غلط وطلعوا، وطلعوا الجمهور هلل ويقول لك شفت شيكابالا عمل فيه ايه. لكن النادي الاهلي محترم، النادي الاهلي ولاعيبته لعيبه محترمه ومؤدبه. ولو احمد مجاهد او وليد العطار او اي حد في الكوره ظلم كهربا بموضوع عقده مع نادي الزمالك وخلى كهربا يدفع الفلوس دي بالباطل، هتخش بالخراب على الكل. لو فلوس كهربا دي دخلت نادي الزمالك بالحرام اقسم بالله من ابي يوسف الاهلاوي اهو هتبقى سنه مش هتعدي في الكوره. ربنا عليه خلاص الحق، ربنا عليه خلاص ايه الحق. يا كهربا امرك لربنا، امرك لربنا. وكله يدعم اخوه ابو يوسف الاهلاوي بقى، كله يدعم اخوه باللايك والشير، واللي ما اشتركش على دماغه ينزل يشترك. هنتكلم على الكابتن رضا عبد العال. الكابتن رضا عبد العال مش عاجبه حاجه خالص بتحصل في الكوره، مش عاجبه ولا حسام ياخد ولا ما ياخدش، ويستبعد ما يستبعدش. كل اللي هم الكابتن رضا من ابو يوسف الاهلاوي حاجه واحده، تطبطب على محمد صلاح. اه والله كل اللي شغلك يا عم محمد صلاح لعيب كبير غصب عني عننا وعنك. محمد صلاح لعيب كبير، مش مستنيك انت تطلع كل استوديو تتكلم عن محمد صلاح. ده انت بتتكلمش على الاصول بتاعت منتخب مصر، بتتكلم اللي انت محمد صلاح. محمد صلاح على دماغنا يا عم، محمد صلاح انت لا، عشان هو لعيب دولي، لعيب كبير، ولعيب احسن لعيب محترف في تاريخ الكره المصريه وفي العالم. بطل بقى، بطل طبطبه. ده انت مش عاجبك كان ياخد حسين الشحات، طالع تقول حسام حسن ما ياخدش حسين الشحات عشان كان وحش في ماتش الاهلي والزمالك. ده مدير فني يا جماعه، اقسم بالله اللي خلاك مدير فني ظلمك. اما انت بتقيم لعيب دولي ولعيب عامل سنه ولا سنتين مع النادي الاهلي اعلى مستوى ومكسب النادي الاهلي كل الماتشات، وجاي في الزمالك بس لوحده بتاع 3 4 تجوان، هو اللي مكسبنا الماتشات بتاعت الدوري كلها وفي افريقيا، تطلع تقول ما ياخدوا ليه؟ النوايا سودا، النوايا سودا وكله هيتكشف. ربنا هيكشف والله العظيم، ربنا هيكشف الكل. ما تقلقوش، ما تقلقوش يا جمهور النادي الاهلي المحترم، ربنا هيبينهم كده زي ما انت عبد الغني النهارده قدام الناس كلها. يا رب حق الايام المفترجه دي بقى كله يدعم احمد رفعت. يا رب من اخوكم ابو يوسف الاهلاوي دلوقتي، يا رب يشفيك ويرجعك سالم غالب. تلعب كوره ما تلعبش مش اشكال، اللي يهمنا احنا ترجع للحياه عشان انت لعيب محترم. ما فيش لعيب او مشجع في مصر مش حزين عليك، ما فيش اعلامي في مصر لا مش حزين عليك على اللي حصل لك. واللي حصل لك ما حصلش لاي حد في الملعب بعد احترامي لاي حد. عشان كده زي ما ربنا نيمك النومه دي هو اللي هيقومك يا احمد يا رفعت. حق الايام المفترجه دي ما يعديش ال10 من رمضان الا لما اكون قاعد بامر الله وفايق. يا رب من اخوك ابو يوسف الاهلاوي، يا رب احمد رفعت قبل ال10
ايام ما يعدوا بتوع رمضان يكون قايم، وبامر الله يكون في وسطنا يا رب. كل واحد بيشوف اخوه ابو يوسف العلاوي يدي اللايك وينزل يشترك في القناه كده ويدعم اخوه ويعلق للواحد. اتمنى من ربنا وانتم. السلام عليكم.